مرحبا لكل اللي عم يتابعوني عبر قناتي على اليوتيوب. مرحبا لكل الناس المحبين، لكل الناس الداعمين. هاي الكليشة دائما أنا لازم أحكي فيها. اليوم حابة أحكي بموضوع كمان موضوع هيك يعني مهم اجتماعيا. هو موضوع يعني العادات والتقاليد أو القصص يلي نحن بنشبه فيها أمهاتنا وأبهاتنا. يعني وقت الواحد بيكون مثلا نسونجي بيطلع ابنه هيك، وقت بيكون عاقل بيطلع ابنه هيك، وقت بيكون كريم بيطلع ابنه هيك، وقت بتكون المرأة كريمة لطيفة ظريفة فيها صفات حلوة وحميدة بيطلعوا البنات يعني بناتها هيك. إلى أي حد نحن بنشبه أهالينا؟ إلى أي حد نحن ممكن ناخد منهم نتأثر فيهم؟ ويا ترى هذا الجيل فعلا عم ياخد منا نحن هي الصفات؟ قديش لازم ننتبه على صفاتنا، قديش لازم ننتبه على حركاتنا، قديش لازم ننتبه على تصرفاتنا قدام أولادنا، قدام هذا الجيل اللي هو اليوم كتير منفتح. كيف لازم يعني نعمل كنترول على الأقل على جيل واعي، على فينا نقول جيل الانترنت، جيل التكنولوجيا اليوم. موضوع كتير مهم وشائك، وبتمنى تشاركوا لي هذا الفيديو وتكتبوا لي بالكومنتات قد ايه نحن اليوم نشبه امهاتنا من قبل. هذا الجيل قد ايه جيل الثمانينات التسعينات، جيل الالفينات قد ايه تغير اليوم. قد ايه لازم فعلا نكون نحن منتبهين وكتير على كل تصرفاتنا قدام اولادنا، وهذا الاهم قدام هذا الجيل فينا نقول الجيل المنفتح، الجيل يلي الى حد ما مستقل بحاله. تحياتي لكم، تحياتي لكل متابعيني ولكل داعميني.